السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم قصتنا من جنوب تونس على بنية اتخطبت خطبة إكبارات. الخطبة هذه انتهت بمأساة كبيرة جدا جدا جدا. القصة تقول انه خطبة الكبارات فما عائلة تفركس لولدهم على طفلة متربية أمورها واضحة ويحبوها. يعني نقولوا احنا باش يستروها. المهم فركسوا في الحومة، يرقعوا هالبنوتة هذية محليها أمورها واضحة، تخدم على روحها، هي الوحيدة اللي في العائلة تخدم تصرف على دارهم، وطفلة متربية ومتخلق. خطبوها لبنية، وفي فترة الخطوبة قعدت معاه تقريب عامين، يعني سنتين هي مخطوبة، ومرات يتعاركوا مرات يرجعوا مرات، يعني الأمور مش أوكي بينها وبين خطيبها صعيب برشا وماهوش طبعه، يعني تحسه شوي نرجسي، وكان يحبها كثير وكان يتحكم فيها في كل شيء. أعمل هكا قد هكا، ما تخرج هكا، ما تجيش هكا، ويعس عليها وحسيله معقد الخطيبة على الآخر. المهم إجا يا زمان ومشي يا زمان، وتحصل مشكلة كبيرة بينها وبينه، وتقوله خلاص ما عادش حاجتي بيك وسيء مكتوب فيه وكها، وخلي كل واحد يمشي على روحه. وفيه الموضوع وتسكرت القصة غاديكا، وكل واحد مشي على روحه. ما راعني إلا بعد 6 شهور أو 7 شهور البنية تتخطب. وبعد ما هي تتخطب يسمع الخطيب القديم ويجن جنونه، ولا يبعث لها في تهديدات في التليفون، ولا يهدد فيها ما لازمكش يعني تتخطب، والله ما نعمل لك ونعمل لك، هذا يهدد فيها. حتى وصل يهدد في دارهم، انا باش نجي نضربكم، انا باش نجي نحرقكم، انا باش نعمل لكم، انا باش نقدلكم. والبنية مرت تلفت الحكاية وما عطتهاش أهمية. باش نقفوا في نقطة صغيرة، نقطة كيفاش أعرف هو اللي هي يعني اتخطبت لواحد جديد. هما في الحومة غاديك القرية هذه يحكيوا لبعضهم، يعني حتى اللي خطبها يعرف انه هي كانت مخطوبة من الشخص هذاك وما كتبش المكتوب وافترقوا. الثاني يوم خطبها الاخر سمع، لانه هو في نفس الحومة نفس الشارع نفس كل شيء. المهم سمع بها باش تتخطب مش حتى اتخطبت. فجأة جن جنين، وبدأ عاد يبعث لها في الفيديوهات وفي التصاور، ويقول لها يبعث لها في فيديوهات مخلة للأخلاق، فيديوهات عيب، يقول لها أعملي لي كيفهم وأبعثيهم لي. جمعة كاملة هي تمشي تخدم الصباح وهو يراقب فيها، تشوفه يعني تشوفه في المحطة، تشوفه في وين خدمتها، تشوفه، بس هي ما تحبش تبين لعائلتها انه هي تحت التهديد في الاسبوع هذاك عامل لها رعب رعب رعب. مسكينة البنية تمشي تخدم تشوفه، يبعث لها في المساجات يقول لها كان ما تعملي ليش الفيديو، انا غدوة باش نجي نعمل داركم ونحرق داركم ونضربكم ودرا شنو. البنية ما عرفتش شنو تعمل، مشيت بلغت المرة الأولى في منطقتها، بعثوها المنطقة أخرى، المنطقة الثانية قالوا لها أوكي أتوا نكلموه وتو درا شنو. مشيوا كلموه وحكيوا معه في التليفون نفس الشيء، ما تغير حتى شيء. الطفل مازال يبعث في المساجات ومازال يعمل في كل شيء. عاودت مشيت شكيت مرة أخرى، مشيوا قالوا لها طلع التصاور والتهديدات والفيديوهات الإباحية اللي يبعث لك فيها ويقول لك أعملها، خرجهم. مشيت طلبت عادل إشهاد، طلعته العادل إشهاد، طلعت كل شيء وهزت حطته في الدوسي في المخفر، وبعدين من المخفر حولوها إلى العنف ضد المرأة. نفس الحكاية ما تغير حتى شيء. كلموه مرة أخرى. في القصة هذه فما تقصير كبير 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 من الشرطة ومن الضباط هناك،
يعني هو يهدد فيها، ومشيت لكم مرة واثنين وثلاثة خلاص إلا ما تصير حكاية يعني لحتى أنتم تتحركوا. ليش؟ من المرة الأولى لازم خلاص، هو تهديد خلاص، يا أمسكوه يا حطوا لها مراقبة يعملوا حاجة. المهم بعثوها لي حقوق العنف ضد المرأة. بدأوا يشوفوا فك الوحدين العنف تاع المرأة وكل شيء في الفيديوهات وفي التصاور وفي التهديد وكل شيء، وبش يبدأوا يتحركوا كل شيء. وما راعني إلا من غدوة بعثوا له جواب للدار إنه هو بش يتواجه هو وياها في المخفر، ويعني فيس تو فيس مكافحة ولا شي يسميوها، بش يحكيوا في الموضوع في المخفر. وقت اللي وصلوا له جواب من غدوة في رمضان، هي الحكاية صارت من غدوة بش تصير الكارثة الكبيرة، ومن هنا بش تبدأ القصة. هما دارهم دار عربي يعني، ودار يعني حوش عربي تمام. في قبل ما يذن الأذان بشوية العائلة ملمومة على العشاء، والطفلة طبعا مهددة ودارهم مهددين، يعني الناس كل في بالهم بالموضوع الفترة هذيك، واخواتها واختها كلهم. المهم هما قاعدين هكا في الحوش البرة في الفيراندا، نقولوا احنا البرانية، وعندهم باب كبير دايما يخلوه مفتوح لأنه العائلة الكل جنب بعضهم يسكنوا، حتى أولاد يعني خواتها الكل يسكنوا جنبها. وفي نفس الوقت هاكا يدزوا الباب يدخلوا من غير ما يقعدوا يدققوا ولا حاجة. هذا الباب البراني الكبير، وما راعني الباب بقوة يتضرب، ويدخل هالمجرم هذا الخطيب، وفي ايده آلة حادة كبيرة، وفي ايده قنينة متاع إيسونس كبيرة. يدز الباب ويدخل. أول ما دز الباب ويدخل يلقى الشايب مازال كي صلى، مازال حتى ما كلاش ما شقش فطره، يعني مازال ما عمل حتى شيء. الشايب مازال كي قعد باش ياكل، وكلهم هكا باش يبداو ياكلوا، وديريكت يصب عليه الغاز ويشعل فيه. وقت اللي شعل فيه جات بنته تجري، مش بنته الخطيبة هذيك، لا بنته الثانية جات باش تطفيه، شعلت معاه ولصقت فيه. تجري مسكينة الأم تعمل هكا باش تبعده، يزيد يشعل في الأم. هي تصويرتها مسكينة الأم، يزيد يشعل في الأم، تلهب يدها ويضربها بالآلة الحادة على راسها. وقت اللي ضربها الدم غطى على وجهها الأم ايدها بس اللي تحرقت شوية من كتفها، هذه في الأول. من بعد هو دخل يفركس على الخطيبة، هو يحب يحرق خطيبته القديمة هذه اللي باش تتخطب، هو داخل يفركس فيها في الدار. والأم تشد حيلها شوية هكا مسكينة وتجري وراه، وهي مسكينة حالتها حالة ليزي مضروبة ومحروقة لاهبة، نار تشعل فيها، وتجري وراه باش توقفه باش ما يكملش يحرق، لأنه المرأة هذه عندها زوز توام آخرين، وعندها البنية وعندها أخو آخر. وقت اللي هي تجري وراه باش توقفه يعمل هكاي، ويزيد يكب عليها شوي منها البنزين. زادت لهبت كاملة المرأة في وجهها في رقبتها في كل شيء. وهو داخل كيكة ويدز خوها الآخر ويرمي عليه الكبير، ويرمي عليه البنزين. حسيله المشهد رعب، كأنك طالع في فيلم رعب والله العظيم. والأخت هذه الخطيبة وقت اللي هو دخل ديريكت طلعت فوق السطح وهزت اخواتها الصغار التوأم. هي ما كانتش تعرف انه هو على التهديد هذاك، انه هو يعني باش يحرق العائلة او باش يعمل حاجة للعائلة، في بالها تهديد فقط، يمكن يشد سكينة او حاجة. لانه قبلها بيوم مهددها، قالها والله ما نخليك تصوري فيديو قدام اهلك،
يعني أنها بتصور فيديو إباحي غصبا عنها قدام أهلها، فهي مش في بالها أنه هو عن جد جاي للدار ويحبها تصور فيديو إباحي قدام أمها وأبوها وأخواتها وكل شيء. ما فهمتش أنا هذي شو طينته. لا 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 لا. ما شو فرعون ولا شو، أعوذ بالله اشترجين. يعني لا ملة لا دين لحد شيء، مش لهالدرجة. حتى الحب مش لهالدرجة يعني خليك تعمل حكاية هذه، الصراحة نرفزني. المهم طلعت فوق السطح ومعاها زوز توامة هذوك، وتشوف في عائلتها كلهم محروقين من تحت، والنار منه وبوها محروق واختها، والدنيا حسيله شيء رهيب رهيب رهيب. المهم خليته ما دخل الدار هو وخرج للمنشر، وهي رميت خواتها الصغار التوأم، قالت خلنا رميتهم للشارع من برا من ورا البيت. ما هي طلعت للسطح، رميتهم من ورا السطح من هنيك، رميتهم من غاديكا. قالت إذا تكسروا أو صارت لهم حاجة مش مشكلة، المهم ما يتحرقوش أو يموتوا كيف ما اللي صار في هذوما، يعني سطح قريب على الأرض. تمام. وقامت تصارخ وتصيح وتعيط وتصارخ وتصيح وتعيط. تلموا الجيران وتلموا الناس. وقت اللي الناس بدأت تتلم هو هرب. وقت اللي هرب هو خلى الأداة الجريمة متاعه اللي هي العصا الحديد اللي جايبها ضربها بهم العزوزة. وقبل ما يخرج وقبل ما هذا كل زاد ضرب لهم البو والأخت اللي لصقين بعضهم اللي يشعلوا بالنار، زاد ضربهم بالعصا الحديدة ذيك ورماها، ورمى الدبوزة اللي فيها البنزين وهرب يجري. هكا وعد بعد ما هرب يجري حاول الناس تلموا، والناس يعني كلموا الحماية وكلموا شرطة وكل شيء، وعارفين يعني انه هو جاي عمل لك كيكة. هرب حتى من مكانهم، هرب من غاديكا. وقت اللي هزوا الأب والأخت والعائلة الكل، الأب الله يرحمه توفى لأنه صار رماد. يعني نقولوا احنا الحروق صارت درجة رابعة سيء، لحم الكل راح وكل شيء راح. وبنته في حالة حرجة، الثانية اللي لصقت فيه صارت تتنفس 40%، وجروحها تقريب 3% حروق ولا كيفاش. يعني حالتها صعبة كثير كثير كثير. والأب الله يرحمه توفى. الخو الآخر محروق، والأم هاي مسكينة بعد نصها كله محروق. وهو كان يحب يهرب من تونس، بس شدوه في مكان اسمه سوسة. كان يخطط انه باش يهرب من تونس. وبعد والله القصة الصراحة تعبتني وانا نحكي فيها. يعني تصور انتي المشهد قدامك هذا الكل. المهم شدوه والقانون توا يعني ياخذ مجراه. مستحيل هذا باش يسيبوه، لأنه تهديد وقتل ومشاكل كيف ما هكا، مستحيل باش يسيبوه ولا باش يخلوه يشم لهوة. إن شاء الله يحكموا عليه إعدام ولا طول طون في الحبس، خليه يعيش حياته كلها في الحبس. وهذه حكايتنا اليوم. كان فما حاجة أنا ما حكيتهاش أو ناقصة في القضية، اكتبوا هنا في الكومنتير، وباي باي.